بقى حد يصدق ان طارت القمر ده اتعمل في دقايق وما خدش معايا وقت وبدون عجن ولا انتظار ولا بهدله. بسم الله بديت وعلى النبي محمد صليت عليه افضل الصلاه والسلام. لو بتحب الحلويات اللي طعمها بيدوب في البق وتخطف قلبك من اول قطمه، يبقى لازم تجرب طارت الموز الجميل ده. وصفة النهاردة مش بتمتاز بس ان هي طعمها جميل ولذيذ ومش هتستغني عنها خالص، بس كمان ان هي سهلة وبسيطة جدا، يعني بدون عجن بدون انتظار بدون تريح العجينة، هتعملي اسهل طرت في الدنيا، وعلى ضمانتي هيطلع معاكي في منتهى الجمال ومنتهى الطعامة. ده كمان ايه هيخلي ريحة البيت حاجة كده جنة، وطعمها ولا في الاحلام. خليكي معايا بس خطوة بخطوة، وهنعمل احلى طرت موز في الدنيا دي كلها، انتي مش هتتخيلي الطعم عامل ازاي. يلا بس تابع معايا الفيديو للاخر، وما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت تشجيعي منك عشان اقدر اكمل معاكم ان شاء الله. يلا بينا نبدا ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا. وتعالوا بينا نحضر طرت الموز اللذيذ بتاعنا. اول حاجه هنحتاج كوبايه الا ربع من الزبده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هي علشان انا حطاها كده بالمعلقه من التلاجة على طول، فتحس ان هي زي ما تكون متكتله. بعد كده هجيب معايا كوبايتين من الدقيق ونص كوبايه من السكر البودر. وبعد كده هنضيف معانا بيضتين بدرجه حراره المطبخ واتنين باكت من الفانيليا. الموضوع سهل جدا. بعد كده هنضيف معانا هنا حبه بسيطه قوي من الميه لو احتجت لها. تعالوا بقى نجيب معانا في الكابه. بصوا هنضيف كل المكونات بتاعتنا دي في الكابه بس بالتدريج. هقول لكم ازاي. عايز اقول لكم الموضوع هيطلع سهل جدا وبسيط عن اي طريقه طرت تاني ممكن انت تعمليه، وكمان هتطلع النتيجه ممتازه وهايله. بصوا كده في الكابه بتاعتي هبتدي ان انا اضيف معايا البيضتين بتوعي. بصوا كده، وبعد كده هنضيف معانا 2 باكت من الفانيليا زي ما قلت لكم. انا كده بضيف السوائل الاول، وبعد كده هنضيف معانا الزبده بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده هنضيف السكر، طبعا لازم يكون السكر بودر. وهنضيف معانا كوباية من الدقيق على قد ما كفت معايا الكبة بتاعتي. بعد كده بضيف تاني الباقي بعد ما دولت ما يختلطوا كلهم مع بعض. بصوا هبدأ ان انا اخلط كله الاول. الكمية اللي انا حطيتها هتبتدي الكمية ان هي تهدى شوية او الحجم بتاعها يقل، هبتدي ان انا اضيف كمان الكوباية التانية من الدقيق، واقفل وابتدي ان انا اخلط كله. الموضوع سهل وبسيط جدا عن اي طريقة طرت تاني ممكن انت تعمليها. بص خلاص اختلطت كلها بالشكل ده. هبتدي انا اطلعها من الكبة بتاعتي وافكها بالمنظر ده. هجيب بس معلقة وابتدي ان انا انزل الكمية كلها. وخلاص نزلنا الكمية كلها من الكبة بتاعتنا. وبصوا بقى دي العجينة، انا ما بحتاجش فيها عجن خلاص كده. بصوا بقى عايزين نشوف الطراوة بتاعتها عاملة ازاي عشان تعرفوا تظبطيها بعد كده. بصوا بتبقى طرية قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا ما احتاجتش كمية المية اللي انا كنت حاطاها على جنب، لان خلاص العجينة بتاعتي طلعت مظبوطة والطراوة بتاعتها مظبوطة جدا. طبعا النتيجة دي بتطلع حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، سواء كان بيحتاج سوائل كتيرة او لا. وهبتدي اشتغل في العجينة بتاعتي على طول. هفردها بالشكل ده الكمية كلها بتاعت العجينة بتاعتي، لان انا هعملها القاعدة كلها، مش هعمل من فوق اي حاجة، لان هتشوفوا في الاخر شكل في منتهى الروعة. تمام. بصوا بفردها بالشكل ده، وخدي بالك انا ما ريحتهاش خالص. بصوا الصينيه بتاعتي دي مقاس 26. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اللي هي صينيه الطرد. القاعده بتاعتها بتكون متحركه، لو موجوده عندك بتدي نتيجه هايله جدا. هبتدي بقى ان انا اخد العجينه بتاعتي اللي انا فردتها، هلفها كده عشان تبقى سهله معايا ان انا اشيلها واحطها على الصينيه بتاعتي، وابتدي ان انا اضغط بقى الجوانب الحروف كلها بتاعتها عشان تاخد الشكل بتاعها الجميل ده، ومن تحت كمان علشان تبقى القاعدة بتاعتها ما تبقاش عريضة قوي. بصوا ببتدي ان انا اي حاجة من على الجوانب طالعة اخدها واكمل بيها جزء ممكن يكون مفهوش عجينة خالص. واتاكد اهم حاجة ان انا مليتها كلها، الحواف والقاعدة كلها مليانة ومظبوطة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اخدها كده واحطها على رف في التلاجة لحد لما اخلص الحشوة بتاعتها. بصوا بقى انا هعمل ايه. هجيب كده في طبق بتاعي وهجيب معايا كوباية من الحليب تكون بدرجة التلاجة عادي، ومعايا هنا الباستر كريم. انا جبت معايا كوباية كاملة من بودرة الباستر كريم، بتبقى جميلة جدا جدا في الحشوة الطرت بتاعنا ومع الموز بالزيت. هنبدأ نضيف الحليب بتاعنا بس بالتدريج ومع التقليب على طول باستمرار مع الباستر كريم، علشان مش عايزينه ان هو يعمل كتل او يكتل معانا. احنا بنديله السوائل واحدة واحدة. تمام.
لحد لما يبدأ ان هو يظبط معانا، يبقى كده الخليط يبقى كويس جدا. انا عايزة الخليط بتاعي يبقى كريمي. احنا هنخففه على قد ما نقدر، بس طبعا مش هنخليه سايل، هنخليه متماسك الى حد ما. هوريكم النتيجة ازاي في الاخر. عايزة اقول لكم ان الكمية الكوباية الباست كريم دي خدت معايا كوباية ونص من الحليب. انا كده خلصت كوباية الحليب كلها كاملة. هبتدي اخلط كل المكونات كلها مع بعض. بص كده، ده النص كوباية من الحليب انا بضيفها على مرحلتين، يعني ربع وربع زي ما انتم شايفين كده بالتدريج، علشان الخليط عندي ما يخفش قوي. انا كده خلصت كمية الباستر كريم واتظبطت معايا بالشكل اللي شايفينه ده. يبقى كوباية الباستر كريم خدت معايا كوباية ونص من الحليب. تعالوا بقى نجمع المكونات كلها بتاعه صينيه التارت بتاعتنا. بصوا الصينيه طلعتها من التلاجة خلاص. انا هنا هبتدي احضر معايا كميه من الموز. هاخد الموز بتاعنا بالشكل ده. زي ما قلت لكم التارت بتاعنا بالموز سهل جدا ولذيذ قوي، هيعجبكم قوي قوي فوق ما تتخيلوا. هبتدي ان انا اقشر الموز بتاعي بالشكل ده وهقطعه قطع صغيره حلقات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده ناخد الصينيه بتاعتنا وهبتدي نعملها فتحات في القاعده بتاعتها بالشوكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان طبعا ما تعلاش معايا القاعده. بعد كده ناخد معانا كريمة الباست كريم وهبتدي ان انا اضيفها في قاعدة الطرد بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط كمية مش كتيرة. عايزه اقولك كمان انت ممكن تستبدلي الباست كريم بالكاستر عادي، مفيش اي مشكله خالص، هتديكي نفس النتيجه لان الاتنين يعتبروا قريبين لبعض قوي. بصوا كده، خلصت الاول القاعده وحطيت الباست كريم. بعد كده هبتدي ان انا اضيف قطع الموز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكميه طبعا بتاعه الموز تكون معقوله الى حد ما. بصوا بقى، دي اختياري بالنسبه لك، بس انا حاساه ادت الطعم جميل جدا وتست حلو قوي للصينيه بتاعتنا. بصوا دي قطع كده من مربى المشمش. بصي بتديها طعم رهيب قوي قوي مع الصينيه بتاعتنا. عايزه اقول لكم بتديها طعم خطير جدا. بص انا باخد قطعه كده من المربى بتاعتنا وابتدي ان انا اضيفها عليها بالشكل ده، مش بحط كتير، قطع بسيطه، وابتدي ان انا اوزعها عليها كلها. وخلاص بعد ما ضفت المكونات كلها هبتدي بقى من السطح بتاعها من فوق اضيف بقيه الكميه من البيست كريم. بصوا بقى لازم اغطيها كلها على قد ما اقدر، اوزعها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما نزلت الكميه كلها هبتدي بظهر معلقه اسويها كلها بالشكل ده، واوصلها كلها للاطراف، لان في اطراف طبعا ما جاتش عليها كريمه الباست كريم. هبتدي اوزعها كلها بالشكل ده، اخلي السطح بتاعها املس بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده هاخد بقى الصينيه بتاعتنا الجميله دي وادخلها في الفرن في رف وسط. بصوا كده بالشكل ده. انا حطيتها على صينيه تانية ألمونيوم عشان بحبها كده، عشان بتوزع الحراره كويس جدا. طبعا الفرن بتاعي يكون ساخن وجاهز مسبقا. طبعا درجه الحراره بتاعتي 180، بتستمر معايا من 30 ل 35 دقيقه بالظبط وتطلع معايا بالشكل ده. اهم حاجه تاخد الدرجه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا الدرجه دي هي دي اللي احنا عايزينها، اللون الذهبي الجميل الشاهي اللي انتوا شايفينه ده. الصينية دي بصوا منتهى الجمال والروعة. لو عملتيها مرة هتكرريها كذا مرة ان شاء الله، هتعجبك جدا جدا. لو اثناء التسوية لقيتيها ما خدتش اللون الذهبي ده، ممكن تحطيها تحت الشواية حاجة بسيطة وتاخدي بالك منها عشان تطلع بالشكل الجميل ده. بصي بقى، انا خدت هنا معلقة كده صغيرة من المربى بتاعتنا اللي هي مربى المشمش. ضفت عليها معلقة كبيرة من المية تكون سخنة. ليه؟ انا عايزة ان انا اخليها تبقى سايلة المربى بتاعتي شوية عشان ادهن السطح بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بتدي طعم جميل جدا المربى بتاعتي على السطح بتاعها. ده غير ان هي بتديها لمعة جميلة قوي. هي بصراحة هي مش محتاجة، بس انا حبيت ان انا احط لها اللمسة الاخيرة دي، بتديها طعم حلو جدا، وغير كمان اللمعة الحلوة زي ما قلت لكم. اخلصها كلها وخلاص، خلصت الصينية بتاعتي وجميلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الف هنا على قلبكم. تعالوا بقى نقطع الصينية بتاعتي ونطلعها الاول من القاعدة بتاعتها. انا شلتها من القالب كده. بصوا ما شاء الله حلوة جدا. طبعا ما تقدريش انت تطلعيها الا غير لما تبرد معاكي الاول. هديت معايا وبردت، ابتديت ان انا اطلعها من القالب بتاعها بالشكل ده. بصوا الحواف بتاعتها جميلة، اللون بتاعها حلو جدا، التسوية بتاعتها مظبوطة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يلا نبتدي بقى نقطعها معانا ونشوف شكلها عامل ازاي في الاخر.
بصي بقولك على طريقة اختيارية بالنسبة لك لو انت حابة ان انت تعمليها، يعني هنعملها زي ديكور كده للطبق بتاعنا. بص انا قطعت الموز على قطعتين، الموز على قطعتين بالشكل ده. هبتدي ان انا انزلها واقلبها في السكر البودر. تمام. هاخد عندي طاسة تكون سخنة على البوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزلها عليها. ليه انا بعمل كده؟ انا عايزة السكر اللي متغلف بالموز بتاعنا يبتدي يكرمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، بتدي طبعا شكل جميل جدا مع الطبق بتاعنا، مع انه والله مش محتاج ابدا، بس زي ديكوريشن كده بيبقى شكله جميل اوي معاها. بصوا بتتغلف بالكراميل السكر لما تكرمل، بصوا بتدي شكل حلو قوي. لما نقطع بقى قطعة كده ونضيف عليها قطعة الموز بيبقى شكلها حلو. بصوا كده تعالوا نشوف. انا قطعت القطعة كده، حطيت عليها قطعة الموز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بقى ندوق كده ونشوف. بصوا عايزاكم تشوفوا الصينية بتاعتي عاملة ازاي. بصوا الكريمة اللي هي في النص، حاجة في منتهى الجمال والروعة، حاجة كده جميلة جدا. هتعجبكم قوي ان شاء الله لما تدوقوها. عايزاكم تجربوا الصينيه دي، صدقوني جميله جدا جدا، مش هتبطلي تعمليها. في منتهى الروعه منتهى الجمال. الباست كريم مديها طعم حلو جدا جدا مع الموز، بصراحه الاتنين عاملين تيست حلو جدا. وفي نهايه الفيديو احب ان انا اقول لكم ان انا يهمني جدا رايكم، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رايكم النهارده في الفيديو بتاعنا. اتمنى ان يكون عجبكم ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.